السلام عليكم، كيفكم؟ اليوم وصفتنا اللي هي سلطة التبولة عشاق الملايين. طبعا هي مقبلات شهر رمضان وغيرها. عندنا هنا برغل ناعم، غسلته كويس وصفيته من المية. لما نشف بنحط عليه هنا عصير ليمون، تقريبا 3 حبات من الليمون عصرتها. وهنا عندي حبتين بندورة ما فيها طبعا مية. وهنا حطيت زيت زيتون، ونحركها نسيبها تقريبا دقيقة لحتى البرغل يمتص من الزيت والليمون والبندورة. هنرش ملح حسب الرغبة. وعندنا هنا بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة، وكمان عندنا شوية نعناع مفرومين فرم ناعم. وعندي هنا حبة فجل اختياري، ما عندك مش مشكلة، أنا حبيت بس أحط واحدة. وعندي هنا بقدونس غسلته كتير كويس وفرمته ناعم. طبعا هاي السلطة بتعتمد أكتر إشي على البقدونس، وطبعا الليمون والبرغل والنعنع. النعنع بعطيها طعم زاكي. هون بتحركه كويس وبنقلب كل المكونات بهذا الشكل، وهيك تقريبا جهز معنا الطبق التبولة. هنقدمه وإن شاء الله صحتين وعافية. طبعا انت بتزينيه زي ما بدك وعلى ذوقك. زينته أنا بالفلفل والليمون والخس والخيار. ولا تنسي تدعميني باللايك والاشتراك بالقناة. وشكرا لكم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.